وده بينقلنا لسنة 2022. بدأت أبحث بإمعان، بعقل مفتوح، مش متحجر وبيدور على ثغرات علشان يبرر تمرده وبس. يعني مش بأهوائي، لكن بالصح والغلط، أو بمعنى أصح الحلال والحرام. بدأت وقتها أصلي تاني، وأدعي ربنا لو موجود والإسلام صح يردني ليه تاني. وإيه الاستنتاج اللي وصلتي له بخصوص فترة الإلحاد لما بصيتي عليها من بره؟ استنتاج قاسي جدا، لأني حسيت إني اتخدعت من مروجي الإلحاد، وإنهم بيبيعوا وهم. اتخدعتي؟ إزاي؟ إيه اللي حسيتي إنه اتسرق منك؟ وصلت القناعة إن الإلحاد مؤامرة كبرى لسلب هوية المسلم وضياع حياته وآخرته. وحصل لي موقف هو اللي أكد لي إني فعلاً كنت مخدوعة. سمعت فيديو لشخص باحث ومفكر في الدين الإسلامي والمخططات الباطنية، كان بيقول أحاديث ويسقطها على الواقع الحالي. تخيل بقى الأحاديث اللي كنت ضدها زمان واللي ما كانتش مقنعة بالنسبة لي، ولقيته هو بيسقط كل ده قدامي وبيقول لي شوفي بنفسك. وقتها أيقنت جدا إن الدين الإسلامي هو اللي صح، وإني كنت في غفلة كبيرة واتخدعت. وسبحان الله، أول ما خلاص أيقنت إيقان تام بالدين، أفكاري اللي كنت متمسكة بيها والعلمانية وحرية الرأي مهما كان، والدين حاجة والحياة حاجة، كل ده ضاع. كل الأفكار دي ما كانتش موجودة وكأنها اتبخرت. الحمد لله، ورجعت تاني وكأني اتولدت من جديد. إحساس إنك كنت ضحية خديعة ده ميكانيزم بيساعد العقل إنه يتجاوز المرحلة دي. بس الأهم، إيه اللي اتغير جواكي في اللحظة دي؟ إزاي تحولتي من شخصية ضايعة لشخص متصالح مع نفسه؟ شعور اليقين التام. لما استعدت هويتي حسيت بسكينة رهيبة، كأن الحرب اللي جوايا وقفت أخيراً. بقيت موقنة بديني،